غواص مشهور والحوت بلعه. السلام عليك يا مو على حكاويك في رمضان، حاجه توقف القلب. قصه مليانه تحديات وعزيمه واصرار، واسمع القصه. في شهر 6 2021 مايكل باكر غواص وصياد عنده 56 سنه، معروف بجبروته. وفي يوم مايكل كان بيغوص في المحيط الاطلسي. هو متعود على كده عشان بيصطاد اللوبستر، استاكوزا بلغتنا، وكان بيقول لك حريف مجرم في صيدها. يا عم مايكل انا ممكن اشتغل عندك بس اكلني استاكوزا كل يوم. وعلى عمق 14 متر فجاه كل حاجة بقت ضلمة. المشكلة يا صديقي ان بلعة الحوت مش بتبان، يعني انت ما بتشوفش الحوت جاي عليك بقى وفاتح بقه وانت بترجع ورا والاكشن ده، لا انت بتبقى عايم في امان الله والحوت هوب بيقفل عليك وكأنك قفلت نور الأوضة ولقيت نفسك جوه بقه. وده اللي حصل مع مايكل. هوب بدأ يكافح ويصارع عشان يخرج ويحرك جسمه يمين وشمال ويحاول يسبب ازعاج للحوت عشان يخرجه. بص التفكير جامد، عجبني. ما جالوش صدمة بقى وفضل يعيط، لا دور على الحل. وبعد حوالي 30 ل 40 ثانية الحوت طلعه ورجعه للمية تاني. مايكل على طول اتنقل للمستشفى بإصابات خفيفة لكنه نجا. القصة دي بتفكرنا ان محدش كبير على القدر، مبتدئ او محترف، والمحيط مليان كل مواقف غير متوقعة، لكن الإرادة والعزيمة بيفرقوا في لحظات زي دي. وأنا بالنسبة لي بضيف عليهم التوكل على الله. قول لي أنت صديقي بجد، لو الحوت بلعك هتعمل إيه؟ اكتبولي في التعليقات، لازم كله يقول لي.